المشاهدون الأكارم، مسعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإرتيان، نستهلها بالعناوين. تنظيم مهرجان الإرتريين المقيمين في إيطاليا. اختتام بطولة إرتريا لسباق الدراجات الهوائية لعام 2025. تحسن الخدمات الكهربائية في مديرية صنعاء. اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية ينهي صراع 30 عاما. بكين تؤكد توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن وتكشف عن بعض تفاصيله. وترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا فورا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم في ميلانو الإيطالية يومي 28 و 29 من يونيو الجاري مهرجان الإرتريين السنوي لعام 2025 في إيطاليا تحت شعار خطنا درعنا المتين. افتتح المهرجان الوطني السنوي الذي شارك فيه العديد من الإرتريين وأصدقاء إرتريا السفير الإرتري لدى جمهورية إيطاليا السيد فسحاسيون بيطرس. وتضمن مهرجان هذا العام معرضا للوحات فنية وفعاليات ثقافية وفنية، ومعرضا للرقصات والأزياء للقوميات الإرترية، وندوة حول الوضع الراهن وبرامج وطنية أخرى. كما تم تقديم معرض للصور والفيديو يعكس تقدم البلاد ومسيرتها الطويلة في مجالات التعليم وتنمية الموارد البشرية منذ النضال التحرري. قدم السفير فسحاسيون بيطرس عرضا شاملا حول الوضع الحالي في البلاد، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية المتزامنة. قد قدمت الفرق الفنية القادمة من إرتريا الأغاني الوطنية والثقافية لتعزيز فعاليات المهرجان. اختتمت بطولة إرتريا لسباق الدراجات الهوائية لعام 2025 في نسختها ال15 بإجراء منافسات المضمار لفئة النخبة ودون 23 عاما لفئة الذكور في 29 من يونيو الجاري. منافسات بطولة إرتريا للدراجات الهوائية والتي بثت مباشرة عبر الفضائية وصوت الجماهير الإرترية جرت فعالياتها وسط حضور جماهيري كثيف للاستحقاق، الذي قطع فيها الدراجون 185.5 كيلومترا. الدراج إنهم زريل محترف في صفوف نادي JCL الياباني قطع المسافة في 4 ساعات و12 دقيقة و59 ثانية بمعدل سرعة متوسطة بلغت 44 كيلومترا في الساعة الواحدة. الدراج المخضرم ميرون تشامية والذي شارك على المستوى الفردي فاز بالمركز الثاني، فيما حافظ الدراج نتنائيل تسفاسيون المحترف في صفوف نادي موفيستار على المركز الثالث متأخرا بفارق 13 ثانية عن الثنائي. والدراج يوئيل هبتاب المحترف في صفوف نادي بايك أيد الألماني خطف المركز الأول في منافسات دون 23 عاما بعد أن قطع المسافة في 4 ساعات و13 دقيقة و20 ثانية، متقدما على كل من روبيل هبتماريام دراج الإقليم الجنوبي ودانيو فيتسون برهان من نادي أسبيكو أصحاب المركزين الثاني والثالث. وفي ختام الفعاليات قدمت الجوائز المالية والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في فئتي النخبة ودون 23 عاما، والشهادات التقديرية على عدد من المؤسسات الحكومية وغيرها. منافسات المضمار لفئة النخبة ودون 23 عاما لفئة الذكور جرت بمشاركة 168 دراجا يتوزعون على عدد من الأندية المحترفة على الصعيد الدولي ودراجي عدد من أندية الإقليم الأوسط والجنوبي، إلى جانب الدراجين الفرديين. بطولة إرتريا لسباق الدراجات الهوائية شهدت مشاركة 340 دراجة من الجنسين في فئة النخبة ودون 23 عاما في فئتي الذكور والإناث ومنافسات الناشئين والناشئات على التوالي. الجدير بالذكر بأن عدد من المنافسات قد جرت في مدينتي كرن ودكامحري في 22 و25 من يونيو الجاري. ولمزيد من تحفيز الأقاليم المشاركة في البطولة التي شهدت تنظيم منافسات سباق الكيلومتر ضد عقارب الساعة في 27 والمضمار في 29 من يونيو الجاري.
أفاد سكان مدينة صنعاء أن خدمات الطاقة التي يتلقونها تحسنت لاستفادتهم من شبكة الكهرباء الوطنية. وأوضح السكان بأن ساعات الخدمات الطويلة للكهرباء سيكون لها تأثير على كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة، وسيعزز تنمية محيطهم ويغير حياتهم بشكل إيجابي. من جانبهم أكد أصحاب الأعمال الخاصة أن مرافقهم تقدم خدمات جيدة بفضل خدمات الكهرباء التي حصلوا عليها. وذكر مسؤول وحدة مراقبة القانون والنظام في مدينة صنعاء السيد هبتون بين أن نقص الكهرباء كانت العقبة الرئيسية أمام التنمية، وحث أصحاب الأعمال على الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق أقصى قدر من التطور والتنمية لمدينتهم. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة خاتسة ميكيل سيمينارات للمرأة في مديريات نقفة ودوبها وفعبته، وقدمت في السيمينارات التي عقدت في الفترة من 24 وحتى 27 يونيو شرحا وافيا عن تاريخ المرأة عامة والمرأة الإريترية خاصة، والتضحيات التي قدمتها للوصول إلى المستوى الحالي من التطور والمستوى الذي يجب الوصول إليه مستقبلا مع تحدياته. وقالت إنه وفي ظل العقلية الإقطاعية خلال الفترة الاستعمارية ارتبطت قضايا المرأة بالدين والثقافة والمعتقدات وغيرها، لذلك فإن احتياجات المرأة كانت تعتمد على الرجل لأنه لم يتم العمل لتطوير قدراته وكفاءتها. وذكرت بأن جهود التوعية في مرحلة النضال والإجراءات الداعمة التي اتخذتها الحكومة مكنت المرأة من إحداث التغيير وضمان مكانتها في المجتمع من خلال مشاركتها وتضحيتها. وقالت إن المرأة الشابة هي حاملة إرث أمهاتها وأخواتها اللاتي ضحين، ويجب للتقدم بالتعليم وتطوير القدرات للسير قدما إلى المساواة الكاملة. من جانبهن أشارت المشاركات إلى أهمية اللقاء والشرح المقدم، وأكدنا على العمل على تقوية التنظيم لتعزيز تأثير ومساهمة الاتحاد. وأوضح مدراء المديريات الثلاثة في السيمينارات أن العمل ظل جاريا لرفع الوعي ومشاركة المرأة، مؤكدين على بذل المطلوب لتحقيق أهداف الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. تخرج 219 شابا من مركز شالوت للتدريب، بينهم 229 شابا في 26 من يونيو في مركز شالوت للتدريب المهني بمدينة كرن. وتضمنت الأشهر 4 من التدريب العملي والنظري تحرير الأفلام السينمائية والتصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى الإلكترونيات واللغة العربية. وقالت المديرة التنفيذية للمركز السيدة سنايت جبرهوت إن التدريب يأتي ضمن البرامج التي ينفذها الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الإقليم لتنمية المهارات المهنية للشباب. وحث مسؤول فرع اتحاد الشباب بالإقليم السيد أزازي برختاب المتدربين حثهم على إضافة المزيد من المعرفة وتطويرها من خلال العمل، حيث أن التعليم الأكاديمي والمهني لا ينتهي بمجرد التعلم. وحث مدير مدينة كرن السيد رزاني الرعايا الجهات المعنية على تعزيز التدريبات المماثلة. كما تم تخريج 497 شابا وشابة أيضا تلقوا تدريبا لمدة 3 أشهر في الإسعافات الأولية وتصفيف الشعر ومد أنابيب المياه وتكنولوجيا الكمبيوتر في مديرية عد كليزان في وقت سابق. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. وقعت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية اتفاق سلام بوساطة أمريكية وقطرية في واشنطن، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي استمر نحو 30 عاما وأسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام. ويمثل الاتفاق انفراجة في المحادثات التي أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تهدف أيضا إلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بالتنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم ومعادن أخرى.
وفي احتفال حضره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمقر الوزارة، وقع وزيرا خارجية البلدين على الاتفاق الذي يتعهدان فيه بتنفيذ اتفاق عام 2024 والذي يقضي بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو في غضون 90 يوما، وفقا لنسخة وقعها بالأحرف الأولى فريقان فنيان الأسبوع الماضي. وجاء في هذا الاتفاق أن البلدين سيطلقان أيضا إطارا للتكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوما. أعلنت الصين أن واشنطن سترفع القيود المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بمراجعة السلع الخاضعة لضوابط التصدير. جاء ذلك بعد كشف واشنطن عن تفاهم بشأن سلسلة من المسائل أبرزها شحنة تصدير المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة. وينظم الاتفاق الشروط التي جرى استعراضها خلال محادثات جنيف، بما في ذلك التزام من الصين بتسليم معادن الأرض النادرة. وأعلنت الصين أنها أكدت تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن واشنطن سترفع القيود المفروضة عليها في حين ستقوم بكين بمراجعة السلع الخاضعة لضوابط التصدير. وأعلن الناطق باسم وزارة التجارة الصينية ذلك في بيان، مؤكدا أنه سوف يتم إصدار تصاريح تصدير مواد مسيطر عليها بحسب وكالة بلومبرغ الألمانية. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا فورا، مشيرا إلى ضريبة الخدمات الرقمية في البلد المجاور. وأضاف أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع. وقال الرئيس الأمريكي أن كندا ستكتشف قريبا الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة، واصفا التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه صعب للغاية. من جانبه قال مارك كارني رئيس وزراء كندا عقب تصريحات ترامب إن بلاده ستواصل إجراء مفاوضات معقدة مع واشنطن. وسبق أن اعترضت واشنطن على ضريبة الخدمات الرقمية الكندية، وطلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع بشأن هذه المسألة العام الماضي. قضى 24 شخصا نصفهم من الأطفال في فيضانات اجتاحت منطقة شمال غرب باكستان الجبلية بسبب الأمطار الغزيرة مع بداية فترة الأمطار الموسمية، حسب ما ذكر مسؤولون في إدارة الطوارئ. وأفاد التقرير صدر عن وكالة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بأنه خلال 24 ساعة الماضية أودت الفيضانات المفاجئة وانزلاقات التربة ب11 شخصا، بينهم 4 أطفال و3 نساء، في حين جرح 6 آخرون. وأضاف التقرير أن 10 من القتلى كانوا في وادي سوات، حيث جرفت فيضانات عائلات على ضفة نهر بحسب وسائل إعلام محلية. وأوضح التقرير وكالة الإغاثة من الكوارث أن الفيضانات في الإقليم ألحقت أضرارا ب 56 منزلا، دمرت 6 منها. مشاهدينا الأكارم، نختم هذه النشرة بذكر أهم ما جاء فيها. تنظيم مهرجان الإريتريين المقيمين في إيطاليا. اختتام بطولة إريتريا لسباق الدراجات الهوائية لعام 2025. تحسن الخدمات الكهربائية في مديرية صنعاء. اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية ينهي الصراع 30 عاما. بكين تؤكد توقيع اتفاق تجاري مع واشنطن وتكشف عن بعض تفاصيله. وترامب يعلن إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا فورا. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. كنت معكم فيها قاسم أحمد، ودمتم في أمان الله.